مؤتمرنا الصحفي النهارده خاص بيوم 30 وهنعلن فيه اجراءات الحمله وهنعمل ايه يوم 30 ان شاء الله مع ان احنا هنعرض بيان صحفي او بيان اعلامي يبين موقف الحمله من يوم 30 وتظاهرات يوم 30. دي كانت فكره الحمله بتاعتنا، ابتدينا نرصد كل حالات التعذيب اللي حصلت، ابتدينا نحط فوكس عليها، ابتدينا نرصدها اعلاميا والحمد لله اشتغلنا على اكثر من حاله وصلناها للاعلام ووصلت للشعب كمان، زي حاله الشهيد محمد الجندي، زي حاله وائل حمدي شهيد مصر الجديده، حسام كمال شهيد حلوان. كل الحالات دي حطينا عليها سبوت اعلامي. حاله احمد ابراهيم اللي الحمد لله ما توفاش لكن تعرض لانتهاك وضرب من ضباط المباحث. فكل الحالات دي احنا بنحاول نظهر للاعلام الانتهاك اللي حصل، بالاضافه ان احنا كمان بنوصلهم قانونيا سواء المراكز اللي بيحتاجوا دعم ليها، زي ان احنا في الفتره الاخيره ابتدينا نقدم دعم قانوني لكل الحالات اللي بتتعرض للانتهاك. يعني هنتابع الحالات اللي احنا حاطين عليها سبوت اعلامي او حاطين عليها اعلاميا او ظهرناها اعلاميا، نبتدي نتابعها كمان قانونيا. هنقول بقى البيان الاعلامي اول حاجه خالص هنعرضها النهارده لحضراتكم، البيان الاعلامي الخاص بيوم 30 وفكره الحمله او رؤيه الحمله يوم 30. بيان اعلامي بعنوان او مؤتمر صحفي كمان بتاعنا بعنوان 30 يونيو ضد التعذيب. بنعلن نحن حمله انا ضد التعذيب وتواكبا مع الاحداث الراهنه المتعلقه بتظاهرات يوم 30 يونيو، وايمانا منا بحق الشعب المصري في التظاهر السلمي، حق الشعب المصري في التظاهر السلمي دون اعتداءات، وايمانا منا بدورنا المراقب لاي انتهاكات يمكن حدوثها، نعلن الاتي: نعلن رقم 1 دعمنا الكامل للتظاهر السلمي لكافه اطياف الشعب المصري. رقم 2 نعلن اننا على الارض مراقبين لاي انتهاك او اعتداء يتم من اي طائفه على الاخرى، او اي اعتداء من قوات الامن تجاه المتظاهرين السلميين، او تجاه اي اعتداء يحدث على اي من المنشآت. رقم 3 نعلن اننا بصدد تكوين غرفه عمليات ومتابعه للتظاهر اللي هيبدا من يوم 30 وهيستكمل في حاله استكماله طبعا لعده ايام او ايا كانت المده. بنعلن عن تكوين غرفه عمليات لمتابعه احداث التظاهر وفي عدد من المحافظات، لن تقتصر على الحمله المركزيه في القاهره ولكن هيبقى في متابعه في عده محافظات للتظاهر. متمنين الله خروج التظاهرات بسلميه تامه دون اي اشتباكات، وندعو السلطه لاحترام التظاهر السلمي وتقديم الحمايه الكامله للمتظاهرين.